والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره. حياكم الله وبياكم وسدد على الهدى خطاي وخطاكم، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يقيني وإياكم مصارع السوء، إنه مولى ذلك والقادر عليه. حي الله هذه الوجوه. بداية لو سألنا سؤالا: ما هو أشد شيء على الأرض هنا خلقه الله جل وعز شانه؟ ربما إنسان سيقول الماء، وربما آخر يقول الجبال، وآخر يقول الهواء، وآخر يقول البركان، وآخر يقول لا الصخور. ما هو أشد شيء خلقه الله سبحانه وتعالى؟ هل فكرت يوما أن تأملت النار تطفئها الماء؟ الماء السحاب أثقل تحمله، لا الرياح هي التي تجري بالسحاب، إذن الرياح أقوى، لا لو كانت الرياح أقوى لما كان الجبل أقوى لا يهتز منه. تدخل في متاهة. علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أجاب عن هذا السؤال. نعم، اسمع ماذا قال علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول علي: تأملت يوما لأشد خلق الله. هذا علي وبسند صحيح. يقول علي رضي الله تعالى عنه: تأملت يوما بأشد خلق الله فقلت الجبال. هذا علي رضي الله تعالى عنه يقول الجبال هي أشد خلق الله، انظر لا أحد يحركها، لا أحد يزحزحها. ثم قال: لا، لكن الحديد ينحت الجبال. الآن خذ معول الحديد واذهب إلى الجبال تنحت الجبل نحته. ثم قال: لا، الحديد أقوى. هذا علي. ثم قال رضي الله تعالى عنه: ثم قلت في نفسي النار تأكل الحديد، من يذيب الحديد؟ أوليس النار؟ كيف تشكل الحديد؟ أوليس بالنار؟ كيف تستخرج الحديد؟ أوليس بالنار؟ فقال علي رضي الله تعالى عنه: لا، الحديد أقوى، النار أقوى من الحديد. ثم قال علي: ثم قلت في نفسي الماء أقوى من النار، أوليست الماء تقدر على النار؟ الآن انظر إلى الحرائق بخرطوم ماء تطفئها. فقال علي: فقلت في نفسي الماء أقوى من النار. قال علي: ثم تأملت فقلت لكن الماء تحمله السحاب، رغم ثقل الماء إلا أن السحاب تحمله، إذن السحاب أقوى من ماذا؟ من الماء، هي التي تحمله. ثم قال علي رضي الله تعالى عنه: ثم قلت في نفسي ومن الذي يزجي السحاب؟ يعني من الذي يدفع السحاب؟ أوليست الرياح؟ إذن الرياح أقوى من السحاب. ثم قال علي رضي الله تعالى عنه: قلت لكن الإنسان يستطيع دفع الرياح، يحفر أخدودا، يحفر نفقا، يحفر أرضا، إذن الإنسان أقوى من هذا كله. ثم قال علي واسمع، ثم قال: لكن الذي يقدر على الإنسان الخمر، فهو يذهب عقله، إذن الخمر أقوى. ثم قال علي رضي الله تعالى عنه: لكن وإن ذهب العقل فالنوم أيضا يقدر على الإنسان. الآن من منا يستطيع أن يقاوم النوم؟ انظر تقدير علي رضي الله تعالى عنه، يقول النوم هو النوم أقوى شيء في الدنيا، لا أحد يستطيع أن يدفعه، حتى الإنسان رغم قوته ما يستطيع أن يدفع النوم. ثم قال علي رضي الله تعالى عنه: ثم تأملت في الهم فوجدت أن الهم يدفع النوم، فعلمت أن أقوى خلق الله الهم. انظر إلى خلق الله، إذا أراد الله أن يبتلي أحدا ابتلاه بالهم، فلا يهنأ بطعام ولا شرب ولا نوم ولا يهنأ بابنه ولا بأبيه ولا بأمه ولا بزوجته ولا حتى بماله ولا بنفسه. فقال علي: فعلمت موقنا أن الهم من أقوى خلق الله يقذفه الله في قلوب العباد. أعاذنا الله وإياكم من الهم. ابتدأت بهذه الرواية لأدخل لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من حديث أنس، يقول أنس: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأكثر ما أسمع
أنس يقول خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، وأكثر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، يقدم الهم. أول شيء استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم الهم، ثم قال والعجز والكسل والبخل والجبن وغلبة الدين وقهر الرجال. انظر النبي صلى الله عليه وسلم أول ما استعاذ منه الهم، وقد صدق علي رضي الله تعالى عنه حينما قال تأملت بأشد خلق الله فعلمت أن الهم هو أشد خلق الله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ منه دائما وأبدا. الآن الهموم عظيمة، ربما يصاب المرء بهم يريد أن يتزوج، أو امرأة تريد أن تتزوج فتاة، ربما هم لا أريد سيارة، ربما هم لا أريد أن أبني بيتا، ربما لا والله هم أريد مثلا أن أسافر، ربما هم أريد كذا. أعظم الهموم إجمالا يتفق عليها القاصي والداني أهل الشرق والغرب هم الدين. هذا الدين من أعظم الهموم الذي يجتاح الناس، فلا تجد رجل إلا ومبتلى بالدين، والدين هم عظيم. قال العرب، وقد جمعت أمثال العرب، اسمع، من أمثال العرب الدين ينقص من الدين، ما كان الرجل متدينا الدين ينقص مقدار دينه. ثم أحد أمثال العرب الدين هم بالليل ومذلة في النهار، هذا الدين. يقول أحدهم من أمثال العرب إياكم والدين أوله هم وآخره حرب. أوله هم يعني مع الناس، وآخره حرب بين الناس، هذا لا يقابل هذا، وهذا يشتم هذا، وهذا يطعن في هذا، ثم خصومة بينهم. وأمثال العرب الدين عبودية، الدين عبودية، وهذا كثر هذا المثال عند بني تميم رحمهم الله. وأيضا من أمثال العرب حرية المسلم في كرامته، حرية المسلم في كرامته، وذله بدينه، وذله بدينه. انظر كل أمثال العرب مذلة مذلة مذلة، كلها الأربعة بين قوسين الدين. لهذا لا غرابة أن الدين من أعظم ما يبتلى به الإنسان. المشكلة والمصيبة فعلا كل من ابتلي بالدين بسبب الكماليات، خصوصا في المجتمعات المترفة. يعني هل رأيت لو سألت رجل لماذا عليك دين، ما يقول والله اشتريت خبز، ولا أحد يقول والله اشتريت حليب لابني، وما أحد يقول والله اشتريت عباءة لزوجتي ما تملك، أو والله اشتريت أنا لي ملابس. لا، لماذا الدين؟ سيارة. لماذا الدين؟ بيت. لماذا الدين؟ إكسسوارات. لماذا الدين؟ والله حفلة خطوبة. لماذا الدين؟ بسبب زواجي. كلها كماليات. نحن الآن هؤلاء العرب لما تكلموا بأمثال الدين تكلموا عن الأساسيات وجعلوه مذلة، فكيف بمن يأخذ دينا لا أقول من أجل أساسيات، وإنما أقول لا أقول من أجل كماليات، وإنما من أجل أساسيات. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام قيل يا رسول الله ما هي أفضل الأعمال؟ قال عليه الصلاة والسلام إن قتلت في سبيل الله تكفر عنك كل خطاياك. الجهاد، نحن نتكلم عن ذروة سنام الإسلام، أن تمت شهيدا، يغفر لك عند أول دفعة من دمك، ترى مقعدك في الجنة، تزوج من الحور العين، وروحك في حواصل الطير، تتنقل في الجنة، وتؤمن من فزع يوم الدين ومن عذاب القبر، وتشفع ل70 من أهلك. كل هذه المكرمة للشهيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم تكفر لك جميع خطاياك. قال يا رسول الله كل خطاياي كلها؟ قال عليه الصلاة والسلام إلا الدين. يا أخي مصيبة. تخيل الآن لا قدر الله لو قامت حرب وكلنا متنا في سبيل الله، وفعلا متنا صابرين محتسبين مقبلين غير مدبرين، وعلينا هذه الدين، أين نذهب؟ أين نذهب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الدين فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك. الدين ولو درهم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أعظم الذنوب عند الله، اسمع، أعظم الذنوب عند الله يلقى بها العبد ربه. قالوا وما هي يا رسول الله؟ قال أن يموت الرجل وعليه دين وليس له قضاء، يعني بمعنى مات وليس له إرث حتى يسد دينه. أن يموت الرجل وعليه دين ولا يدع له قضاء. تخيل أنا أموت ما عندي إرث، ما عندي سيارة، ما عندي بيت، ما عندي أرض، ما عندي شيء أبيعه أو يبيعه الورثة ويسدون الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا من أعظم الذنوب التي تلقى بها
ربك جل وعز شانه. يقول جابر: واسمع يا أصحاب الديون، كلنا نبتلى في الدين وأنا أولكم ترى، لكن أحيانا نتكلم من ماذا؟ من باب نسأل الله أن يعيننا على القضاء. هذا الذي نأمل به من رب العزة جل وعز شانه، أن يعيننا على القضاء. جابر بن عبد الله يقول: مات رجل، اسمع، من أصحاب رسول الله. يعني ماذا؟ يعني أنت لما تقول من أصحاب رسول الله صحابي. قال جابر: مات رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقول: كفناه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقيل له: يا رسول الله صلي عليه. قال: فخطى خطوة، الآن جث أمام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليه دين؟ أعيد: خطى خطوة. قال عليه الصلاة والسلام: عليه دين؟ قال: نعم يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: صلوا عليه، إن صلاتك سكن له. صلاة النبي صلى الله عليه وسلم طمأنينة للمسلم. رفض أن يصلي صلاة جنازة على مسلم موحد يشهد له بالصحبة والدين والأخلاق، عليه دين. أبو قتادة رضي الله تعالى رأى هذا المنظر، فوقع في قلبه أسى، يعني كيف أنا لا يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: يا رسول الله دينه عندي. كم عليه؟ قالوا: درهمان. ليس مليون ولا نصف مليون ولا 5 مليون ولا 10 دراهم. قالوا: يا رسول الله عليه درهمان. وما تغني الدرهمان أصلا؟ إذا كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه اشترى كفنه بدرهمين، يعني ثمن كفن. قالوا: يا رسول الله عليه درهمان. قال أبو قتادة: علي يا رسول الله. صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ودفن. في يوم غد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما فعلت بالدينارين؟ انظر، بالدرهمين ماذا فعلت بهما؟ قال: يا رسول الله مات أمس. يعني أمس دفن أبو قتادة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله مات أمس. في اليوم التالي جاء أبو قتادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله قضيته، يعني دفعت الدرهمين. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ هل تعلم ماذا قال؟ الآن برد عن جلد أخيك. عظيم. وجاء رواية: الآن بردت جلدته. هذا يعطيك مثل ومثال حتى أبين لك. لو أنا اليوم مت وعلي 1,000,000 درهم، وجاء أحد الأغنياء التجار قال: دين وسيم عندي، لا يحمل عني الإثم حتى وأنا تحت القبر، حتى يسد هذا الغني الدين. ودليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأبي قتادة: ماذا فعلت بالدين؟ قال: يا رسول الله قضيته. قال: الآن بردت جلدته. وجاء: الآن برد عن جلد أخيك، بمعنى أن هذا الميت كان يتحمل إثم تأخير قضاء الدين حتى أنت تقضيه. فأين نذهب؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نفس المؤمن، أعيد، نفس المؤمن، أعيد مرة أخرى. قال عليه الصلاة والسلام: نفس المؤمن معلق بدينه. أنت مت معلق. قال صلى الله عليه وسلم: حتى يقضى عنه. كم من رجل واراه التراب وعليه دين. وقال عليه الصلاة والسلام: قال: من مات وعليه دين، اسمع، من مات وعليه دين فليس بالدينار والدرهم ولكن بالحسنات والسيئات. يوم القيامة حسنات والسيئات. عليك 1,000,000 حسنة تدفع، عليك 10 ملايين ستدفع 10 ملايين حسنة. قال عليه الصلاة والسلام: من مات وعليه دين فليس بالدينار والدرهم وإنما بالحسنات والسيئات. واسمع، يقول محمد بن عبد الله، يقول: كان عليه الصلاة والسلام قاعدا. أعيد، محمد بن عبد الله يقول: كان عليه الصلاة والسلام قاعدا حيث توضع الجنائز، يعني مكان توضع عليه الجنائز. يقول: كان عليه الصلاة والسلام قاعدا حيث توضع الجنائز. قال: فأتيت بجنازة فوضعت أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم بصره إلى السماء ثم أخفضه هكذا، ثم عليه الصلاة والسلام رفع بصره إلى السماء ثم أخفضه، ثم مسك جبهته وقال: سبحان الله، ما أنزل من التجديد اليوم. تجديد. قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال، مسك جبهته وقال: سبحان الله، ما أنزل اليوم من التجديد. يقول محمد بن عبد الله: فعرفنا فسكتنا.
استحيوا أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان في يوم غد قلنا يا رسول الله سمعناك بالأمس تقول ما أنزل اليوم من التجديد، ماذا أنزل؟ يسألونه. قال عليه الصلاة والسلام اسمع ما هو التجديد، ليس بالصلاة ولا بالصيام ولا بالزكاة ولا بالحج ولا بأي شيء. قال عليه الصلاة والسلام في الدين. قال التجديد في الدين والذي نفسي بيده. هذا نبينا يقول أنزل التشديد في الدين والذي نفسي بيده لو قتل رجل في سبيل الله ثم عاش ثم قتل ثم عاش ثم قتل ثم عاش ثم قتل 3 مرات وعليه دين ما دخل الجنة حتى يقضى عنه. ما دخل الجنة حتى يقضى عنه. المسألة ليست سهلة، ليست سهلة أن تذهب مثلا لجارك وللبنوك والله أعطوني أريد مالا، أريد أن أشتري سيارة فارهة، أريد أن أشتري رقم جميل، أريد أن أبني بيتا. ليست سهلة. أنت تأخذ أموال الناس، لهذا يجب عليك أن تردهم، فلما تموت من يرد عنهم؟ لهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول من كان عليه دين فأيسر حاله. اسمع، يقول أبو هريرة يقول من كان عليه دين فتيسر حاله، يعني أصبح غني. أعيد، من كان عليه دين ثم تيسر حاله، يعني أصبح من أصحاب الأموال، ولم يقضي دينه كأنه أكل السحت، يعني المال الحرام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما لحم نبت من السحت فالنار ماذا أولى به. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام اسمع ماذا يقول. الآن أنت ربما سمعت تقول أنا أريد أن أسد ديني، علي ديون عظيمة، ماذا أصنع؟ وأنت تريد وأنا أريد، ماذا نصنع الآن؟ بحسب النية التي هنا. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ من أخذ أموال الناس، الديون أموال الناس، من أخذ أموال الناس يريد قضاءها، يعني يأخذ وفي نيته أن يرد، مو والله يأخذ ويهرب. قال صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد قضاءها، يعني أن يردها، قال أدى الله عنه، بمعنى الله عز وجل سيعينه حتى يرد هذا الدين. ثم قال عليه الصلاة والسلام ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها، يعني يأخذ يتمتع، يسافر، يشتري سيارة، يشتري بيت، ومسكين صاحب الدين. قال عليه الصلاة والسلام ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. وليس في وقت فاصل، لكن فاصل ونعود إليكم إن شاء الله. الحمد لله، حياكم وبياكم. لعلي أن أكمل فقط ثم نعود إن شاء الله لمكالماتكم ورسائلكم النصية. طبعا إخواننا الأفاضل ضعوا كلمة نور بداية على الرقم تباعا على الشاشة الذي يظهر على يسار الشاشة. نعم على اليسار. اتفقنا؟ زين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله مع الدائن. اسمع، أنت صاحب دين الله معك، علم؟ قال عليه الصلاة والسلام إن الله مع الدائن حتى يقضي دينه ما لم يكن فيما يكره. يعني والله أنا أخذ دين من أجل الحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله مع الدائن حتى يقضي دينه ما لم يكن فيما يكره. لكن نحن الآن لو جئنا لإحصائية صراحة، تعلم متى نحن نفلح صراحة؟ إذا بدأنا الصدق مع أنفسنا. الآن أنت اسأل نفسك، أنت عليك الدين، أكيد عليك دين، زين، اسأل نفسك لماذا الدين؟ هل نحن أخذنا الدين في سبيل الأساسيات أم كماليات؟ لا تقل لي منزل كمال أساسيات، لا تقل لي هذا. نريد أساسيات، طعام وشراب وماء، هذه الذي يقوم به العيش. هل أنت أخذت من أجل هذا؟ لماذا نحن كلما اشتهينا شيئا وإن كنا لا نملك المال نأخذ مالا في سبيل أن نأخذ ما نشتهي؟ النفس لا تشبع. هذه النفس طالما أنت حي ستبقى تشتهي إلى يوم الدين. خذها قاعدة، طالما أنت حي ستبقى تشتهي إلى يوم الدين. جابر رضي الله تعالى عنه رأى لحما معلقا اشتهاه، اشتراه، وهو يمشي رأى عمر فوضع اللحم هنا، خبأ هكذا. عمر رضي الله تعالى عنه رأى جابر، قال ماذا في يدك؟ قال لا شيء. قال جابر ماذا في يدك؟ قال لحما يا أمير المؤمنين اشتهيته فاشتريته.
اسمع، يقول لحما يا أمير المؤمنين، اشتهيته فاشتريته. هو اشتهى يا أخوان، لم يشتهي رنج روفر، وما اشتهى جيمس، وما اشتهى لاند كروزر، اشتهى لحم أكل. قال يا أمير المؤمنين اشتهيته فاشتريته. قال عمر ويحك، أو كلما اشتهيت اشتريت؟ الآن لو يأتي عمر رضي الله تعالى عنه. إذا نحن مصيبة الدين الذي نقع فيه أننا للأسف في سبيل الكماليات. لهكذا ليس لمن ابتلي بالدين إلا رب العزة أن يعينه على قضاء الدين. طالما في قلبك خير على هذا القضاء سيعينك الله. الزبير رضي الله تعالى عنه يقول لابنه عبد الله اسمع، اسمعي واسمع، لأنه للأسف ليس الدين أصبح مقصور على الرجال بل والنساء للأسف. يقول الزبير رضي الله تعالى عنه لابنه عبد الله، يقول يا بني، هذا الزبير يقول لابنه يا بني إن لم تستطع قضاء ديني فاستعن عليه بمولاي، يعني بسيدي. أعيد، الزبير بن العوام يقول لابنه عبد الله يا بني إن لم تستطع قضاء ديني فاستعن بمولاي. عبد الله ابنه قال يا أبي، يا أبتاه من مولاك حتى يذهب إليه. قال يا أبتي من مولاك؟ قال الله. قال الزبير الله. مات الزبير، بعد يوم واحد قضي دينه، يوم واحد. لماذا؟ عقد الأمل بالله. لهذا اسمع واستفد، خذها من أخيك صافية. كل أمل في قلبك، كل أمل في قلبك، كل أمنية في قلبك، كل ما تشتهي في قلبك إن عقدته بالله ستدركه ولو بعد حين، ستدركه ولو بعد حين. فالدين ليس لنا إلا أن نستعين بالله. مكحول لما سئل كيف أقضي ديني قال من قال لا حول ولا قوة إلا بالله ولا ملجأ من الله إلا إليه كشف الله عنه 70 بابا من الضر أدناها الفقر، أدناها الفقر. هذا قول مكحول. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من قال اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، قضي عنه دينه. وقال أبو أمامة فقلتها فقضى الله عني ديني. علي رضي الله تعالى عنه اسمع، علي رضي الله تعالى عنه اسمع ما يقول لأحد الرجال من الصحابة ألا أعلمك كلمات لو كان عليك كالجبال دينا يقضيها الله عنك؟ قال الرجل بلى. قال علي قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. إذن ليس لمن ابتلي بالدين إلا الله جل وعز شأنه. لن تجد أحدا يخرجك من دينك إلا رب العزة. تعلم لماذا؟ لو سقطت بسبب ديونك لقال الناس يداك أوكتا وفوك نفخ. هو السبب. هكذا الناس، عين الناس في الشماتة أسرع من عين الشفقة. صراحة عين الناس في الشماتة أسرع من الشفقة. فمن وقع في دين في سجن أو في غيره بسبب الدين لقالوا والله كان يركب كذا وكان يسافر وكان كذا. سيتشمت بك الشامتون. فقبل أن تقع المصائب استعن بمولاك، كما قال الزبير بن العوام لابنه يا بني إذ لم تستطع قضاء ديني فاستعن بمولاي. قال يا أبتاه من مولاك؟ قال الله. فاستعن بالله. أسأل الله الذي لا إله إلا هو لي ولكم الثبات والسداد والرشاد والعون في الدنيا والآخرة، إنه مولى ذلك والقادر عليه.